صباح الخير. بقالي فترة بعمل مراجعات عظيمة جدا في حياتي. من ساعة ما أمي حلمت إن أنا أموت، فأنا اعتبرت ده مسج لازم أخدها بمنتهى الجدية. أنا شخص حياته في شغله، مش علشان الشغل هواية وتحقيق ذات والكلام الجميل ده، ولو إنه حقيقي يعني، بس لأن أنا زي ما بيقولوا كده أم معيلة. كان لازم أربي ولادي بنفسي وأصرف عليهم، فكان لازم أشتغل، يعني الشغل بالنسبة لي مش option. وعلى الرغم من إن أنا أبان إن أنا حد مجتهد جدًا وبيشتغل كتير جدًا طول الوقت و، إلا إلا إن أنا لو كان عندي الoption إن يبقى في راجل في حياتي أتجوزه ويصرف عليَّ ويدلعني، طبعًا كنت هاعمل كده، ولا independent woman ولا strong ولا الكلام الفاضي ده، لأ أنا أتدلع جدًا وأسيب نفسي. ف للأسف ده الoption ده ما حصلش. حمام سباحة، بس الجو برد مش قادرة أنزل فيه، ولو إني بافكر أنزل برضه. الoption ده للأسف option الراجل اللي يجوزني ويدلعني ويستتني ويهنيني ده ما كانش موجود، خصوصًا إن أنا معايا ولدين، فمين هياخد ست معاها ولدين ويربي فيهم ويصرف عليهم؟ فأنا ما كانش قدامي أي حل تاني غير إني أشتغل وأشتغل كتير جدًا. ولمّا دخلت الإعلام، دخلت كبيرة، كان عندي 30 سنة. عادةً الناس بتدخل الإعلام fresh graduate، يعني لسه متخرّجين. الإعلام من الحاجات اللي بتحتاج سِن صغير في الأول، فدخلت عندي 30 سنة آآ وباشتغل reporter، مراسل، فدي كانت حاجة غريبة جدًا على السوق. بسرعة، بسرعة، المهم ها، ابتديت مشروع المذيعة. الناس بتقول لي: "أنتِ بتعملي تحقيقات ليه وبتعرّضي نَفْسِك للخطر." ومش عارفة إيه، لإني ببساطة كنت عايزة أربّي ولادي، مش لإني غاوية خطر. أنا ما كانش ليّا ضهر، سَنَد، مش داخلة بواسطة، مش داخلة بحد، أنا داخلة بشطارتي. فأنا لو ما عملتش حاجة مختلفة وحلوة، لا هانجح ولا هاستمر ولا الناس هتسيبني أشتغل. فأنا سألت: يا جماعة هو إيه أصعب حاجة في الدنيا الناس ما بتعملهاش؟ قالوا لي: حاجة جديدة على مصر خالص ما حدش عارف يعملها، اسمها تحقيقات استقصائية. تمام، ذاكرت، عملت تحقيقات استقصائية والحمد لله يعني جابت نتايج. بس فيقولوا لي: أنتِ كنتِ بتعملي الحاجات الخطر دي ليه؟ كنت باربّي ولادي، كنت باربّي ولادي. أنا لو ما عملتش الحاجات الخطر مش هيطلع شغل مختلف، مش هيطلع شغل كويس، مش هاعرف أربّي ولادي. ماشي، عملت المستخبي. وبعدين في ناس بتقول لي: البيت حلو. بالمناسبة البيت ده مش بتاعي، البيت ده بتاع آية صاحبتي، وأنا باجي لها لإن ده المكان الوحيد اللي أنا باحس إن أنا ممكن أكتب وأشتغل، لإني باكتب قصتي، باكتب وأشتغل، ده المكان الوحيد اللي باعرف أعمل فيه كده. وآية زمانها نازلة دلوقتي وهاطلّعها live سواء لابسة أو مش لابسة. بالمناسبة أنا ما أقدرش أجيب بيت زي ده. ناس كتير فاكرة إن أنا مذيعة وغنية بقى ومعايا فلوس ومش عارفة إيه. لا، لأ، أنا عايشة في شقة عادية جدًا، جدًا، جدًا في مصر القديمة. أنا ما قدرتش أعمل الفلوس اللي المذيعين بيعملوها، لإني ببساطة كنت باعمل نوع شغل كل اللي بيشتغلوه في العالم كله يعيشوا فقرا ويموتوا مقتولين، وكنت راضية وموافقة. يعني يكفي إن أنا عملت اسم كويس، كنت باعمل الحاجة اللي باحبها، اللي ربنا خلقني علشان أعملها. حتى لو ما عرفتش أعمل فلوس، لإن حتى لمّا كنت باعمل مشاهدة، الإعلانات بتاعة المشاهدة تروح للقناة، والقناة تبيع وتشتري فيّا، لإن الclients أو المعلنين مش جايين بمعرفتي أنا، دول جايين لمشاهدة القناة.
معروف منى بتعمل مشاهدات وأرقام وبتاع، فخلّوها تشتغل، خلّوها تجري وتشتغل، بس بدون ما تتقدّر. للأسف أنا ما اتقدّرتش على شغلي، لا ماديًا ولا معنويًا، عشان كده أنا لسه عايشة في شقة بسيطة جدًا، عادية جدًا في مصر القديمة، وما أقدرش أجيب بيت زي ده خالص يعني. اللي حصل إن من رمضان اللي فات فجأة القناة اللي هي النهار أنهت التعاقد بيني وبينهم، وبطريقة غريبة مريبة، بدون أي أسباب، وبدون أي حتى كلام واضح بالإنهاء. المهم يعني ما كنتش فاهمة ليه، هو إيه اللي بيحصل، إيه المشكلة؟ وبعدين عرفت ليه، عرفت ليه لمّا طلعت الأخبار في السوشيال ميديا والناس بعتوا لي، عرفتِ ليه النهار استغنوا عنِّك؟ فهمت ليه، وضحكت واستغربت. بس يعني كل واحد حُر في قراراته وفي حياته وربنا يوفّق الجميع يعني للخير. المهم أنا دلوقتي باشتغل في حاجتين مهمين أوي، واحد النقل. والله رُحت اشتغلت في شركة نقل، اللي عندهم ميكروباصات وعربيات وكده، كان حلمهم ياخدوا مشروع نقل الرُكّاب والموظفين للعاصمة، فمسكت أنا المشروع ده لغاية ما الشركة خدت المشروع، وفي نفس الوقت بافكّر لإن عندي لسه أفكار إعلامية، فبما إنّي اشتغلت في الbusiness عندي شركات كتير جدًا، 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 عندي أفكار حلوة إزاي نقدر نفيد الناس عن طريق الشركات دي، حتى عن طريق الشركة اللي أنا باشتغل فيها. آية أهي، استنوا. آية افتحي كده الإزاز، تعالي كده.